السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. رمضان مبارك علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية. اللهم اجعلنا فيه من الفائزين والمقبلين، ووالدينا وأزواجنا وأهلينا وإخوتنا وأحبابنا والمسلمين جميعا يا رب. وانصر إخوتنا في غزة وفلسطين وفي كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنعمل النهارده شوية تحضيرات كده مهمة جدا، بتفرق في الوقت وفي المجهود إن شاء الله في الشهر المبارك. بداية هنبدأ بالفول. جبنا فول عادي، فول ناشف اللي بندمسه، غسلناه كويس ونقعناه مش أقل من 6 ساعات، وبعد كده غلينا مية وحطينا الفول فيها. هنسيبه يقلب مع نفسه. أنا حطيته في حلة ضغط، تقدري تعمليه في دماسة أو فوالة أو أي حاجة عندك. حطيته في الحلة، بعد ما غلي أول غلية كنت مجهزة 3 معالق اللي هو عدس أصفر، وشوية فصوص توم كده، وحباية طماطم صغيرة، وممكن بصلاية صغيرة لو تحبوا. في ناس بتحط شوية فول مدشوش أو رز أو عيش. المهم الحاجات دي بتديله لون جميل كده وفاتح، ولونه بيبقى يعني ما شاء الله ذهبي يعني زي ما بيقولوا. غطيتها طبعا وتركتها، ونقلت بقى أعمل حاجة تانية جنبه. ابتديت أغلي الأغطية اللي أنا هعبي فيها، أغطية البرطمانات اللي هعبي فيها الفول. دي طريقة تخزين مواد غذائية أو حاجات بيعملوها الأتراك، يعني سواء صلصة أو غيره. كنت عملتها فيديو معاكم قبل كده. فلازم البرطمانات تبقى مغسولة ومتعقمة، وغالبا بتبقى جديدة، والغطيان بيشترطوا ان هي جديدة ومش عارفة ليه. بعد كده جيت على التوم. عندي شوية توم قشرتهم او هاتيهم مقشر او ايا كان، وتفرميه وتحطي عليه ملح وانتي بتفرميه علشان يبقى سلس معاكي وانتي بتطلعيه من الفريزر. بتحطيه في الفريزر وتسحبي منه بالمعلقة، بيوفر عليك وقت غير عادي، غير انك انتي تعمليه في وقتها. كشفت على الفول تقريبا بعد ساعة. الحقيقة كان استوى، بس حبيت ازوده كمان نص ساعة، يعني قلت هزوده ربع ساعة بس اديته كمان نص ساعة. كل ما تسوي الفول اكتر وتسيبيه يستوي، ما تستعجليش عليه، كل ما بتاخدي نتيجة جميلة جدا وهايلة. ما تبقاش الفولة ناشفة او ما بقاش قشرتها قاسية. يعني في ناس تقول خلاص الفول استوى، لكن القشرة بتبقى قاسية مهما فرمتيه ولا عملتيه في الهاند بلندر ولا اي حاجة، برضو بتبقى القشرة كده مش ناعمة، بتبقى مهما نعمتيه بتبقى فيها كده، حاسة بيها في بقك. شايفين الفول كان زبدة ما شاء الله. بعد كده غلت المية، حطيت طبعا الشربات، حطيت سكر، وحطيت ضعف السكر مية، ضعف المية سكر. يعني لو كوبايتين سكر يبقى كوباية مية. اعملي الكمية اللي هتكفيكي طول الشهر، ما بيجروش اي حاجة. عبيه في ازايز في برطمانات وحطيه في التلاجة ولا اي حاجة. بعد ما تحطيها تغلي، ما تمديش ايدك فيه خالص ولا تقلبيه غير لما يغلي. بعد ما يغلي اعصري عصرة الليمون وحطي شوية الفانيليا، و10 دقايق ونزليه. انا كنت بوريكم الفول ما شاء الله شكله عامل ازاي وناعم ازاي. جهزت انا طبق منه اوريهولكم ان شاء الله. ده بقى البرطمان. جبت قمع كده، بتتباع هنا الأقماع دي مفتوح علشان يبقى فيه سهولة في اني اعبي البرطمان. لو مش متوفرة تعبي بالكبش على طول، بس تبقي حريصة ان البرطمان مش يتلحوس من فوق، او لو حصل تنشفيه وتمسحيه كويس. بتكوني حريصة وانتي ماسكة البرطمان، لانه بيبقى سخن جدا. بتمسكي الفوطة او بتحطيه في طبق كده زي ما انا عاملة تماما. بعد كده بشيله بقى وابتدي اغطيه بالغطا. طبعا البرطمان بيبقى ناشف والغطا ناشف. قبل ما اعبيهم يبقوا معقمين، يا اما في غسالة الاطباق يا اما بغليهم في مية. ابتديت بقى اغطيه كويس جدا. اتأكدي انه اتغطى كويس جدا. هتلاقي بعد ما تغطيه الشفط من النص كده الغطا للداخل. بتقلبيه، يعني مجرد ما بتعبيه وتقفليه وهي بتغلي. يعني انا لو تلاحظوا انا طبعا كنت طافيه على حلة الضغط لما الفول استوى، بس طبعا كانت هديت عشان اقدر افتحها يعني وتخرج الهواء اللي فيها. بعد كده حطيتها بقى وهي مكشوفة تغلي عشان اعبي الفول وهو بيغلي لحد اخر برطمان. كان الفول مهدي عليه النار بيغلي، وهو بيغلي وسخن جدا غطيته وقلبته كده على الغطا، وغطيته فوطة لحد الصبح. يعني لو انت عاملاه بالليل تسيبيه للصبح مقلوب على الغطا. ده طبق الفول عملته بقى وتبلته كده بزيت. ممكن تحطي زيت، ممكن تحطي سمنة بلدي. حطيت انا الاتنين ميكس مع بعض، وحطيت كمان التوابل بقى بتاعته وظبطته كده، وكان ما شاء الله اللهم بارك تحفة. زبدة كده. الشربات بتاعنا جاهز خلاص اهو تماما.
هبتدي اعبيه بقى في ازايز، اي ازايز عندك، ازايز عصير، ازايز برطمانات غسلاها ومنشفاها، اي حاجه. انا كان عندي ازايز عصير غسلتها ونشفتها كويس وابتديت اعبي فيها زي ما انتوا شايفين كده. حطيت قمع وابتديت اعبي فيها وبحطها بقى في باب التلاجة، تقعد معاكي شهر رمضان كله ولا يجرى لها حاجه ولا تتغير ولا طعم. انا دايما او غالبا بيبقى عندي الشربات شايلاه مجهزاه وحطاه كده في باب التلاجة او في التلاجة. الكمية عملت اللي انا عملتها، عملت معايا 3 لتر تقريبا. انا كنت عاملة حوالي 12 كوباية سكر على 6 كوبايات مية. طبعا كل كوبايتين سكر تقريبا بتاخد معلقة ليمون يعني. هنا البلح بقى اللي احنا بنحبه نبله كده في مية او في لبن. بجيبه بقى برضو اعمل الكمية اللي هحتاجها، هتقعد معايا الشهر كله، مش هيجرى لها حاجة. برضو بياخد وقت مني ومجهود. كل الحاجات دي تبدو بسيطة، لكن لما بيبقى في يوم الصيام وفي يوم رمضان بيبقى الحاجات دي فعلا بتاخد وقت وبتضيع علينا اوقات كتير. كل ده احنا بنقوله علشان نوفر وقت لعباداتنا وللصلاة ونبقى مركزين مش متبرجلين. ننقل بقى البند الطعمية. جبت برضو كمية من الفول والحمص وعملتهم. انا عملت الطعمية قبل كده معاكم على القناة، ان شاء الله هنزل لكم، اسيب لكم لينك الفيديو بتاعها في صندوق الوصف اللي يحب يرجع لها تاني. خلصنا الطعمية وعبيت العبوات اللي انا محتاجاها على قد كمية الاكل، يعني انتوا حسب عدد الاسرة او الافراد اللي هتاكل هعبي الاكياس. ممكن اكياس اللي هي بتتقفل من فوق دي. هنيجي بقى لبند التوابل. جبت طاسة حطيتها على النار وجبت بقى التوابل. هاتي كل التوابل اللي هتحتاجيها، فلفل، كمون، كزبرة. اعملي الحركة اللي انا عملتها دي، حمصيها شوية بعد ما تنقيها وفروميها بدل ما تجيبيها مفرومة جاهزة، يعني مطحونة اقصد. وعبيها انت طبعا في دي قرفة. عبيت كل بقى حاجة يعني. اتعاملت بقى مع باقي عشان ما نطولش الفيديو عليكم. وعبيت بقى كل الحاجة اللي انا محتاجاها، فلفل بقى، كمون، كزبرة، توم بودر، بصل بودر، سماق، الكبابة الصيني نعملها نستبدلها يعني الناس بتفضلها عن جوزة الطيب، بتحل محلها يعني. 7 بهارات. يعني انا جبت البرطمانات دي معظمها برطمانات حاجات انا يعني مش شاريها مخصوص غالبا، يعني يمكن 2-3 اللي شاريهم للتوابل، لكن الباقيين كلهم حاجات كانت فيها منتجات. ويعني عملت اعادة تدوير، مثلا جاية فيها شوكولاتة، جاية فيها زبدة فول سوداني او ايا كان يعني. هنا بقى بوريكم ازاي انا ما قدرتش افتح علبة غطا الفول ده. كان تاني يوم يمكن ولا تالت يوم معمول الفول، حاولت افتحه ما قدرتش. جبت ابني حقيقي يفتحه، كنا فعلا عايزين نفتحه قدامكم عشان اوريكم بعد 2-3 من تخزينه يعني. طبعا هو يقعد معاك ان شاء الله الشهر كله اكتر كمان. ما تنسيش بقى القرفة، الخشب، كل حاجة برضو خلي منها حاجة ناعمة، يعني الفلفل، كمون، كزبرة، الحاجات دي خلي منها ناعمة وخلي منها حصى. في البهارات اللي انتي بتحتاجيها، وهاتي بقى النشا بتاعتك بتاعت الشهر، هاتي جوز الهند والمكسرات، كل الحاجات دي. ده التوم اللي احنا فرمناه مع بعض. طبعا كنت شايلاه في الفريزر، مجرد ما يتفرم بتفرمي عليه ملح عشان يبقى سهل زي ما قلنا، تحطيه في الفريزر علشان وتطلعيه، تاخدي بمعلقه نضيفه وترجعيه فورا على الفريزر، ما يتركنش جنبك بره ابدا. دي كانت انا طبعا عامله يا جماعه يعني كميات معينه، بس يعني بديكوا الفكره، لكن انت اعملي الكميات اللي تقضيك. يعني مثلا البوكس بتاع التمر ده مش هيقضي الشهر كله اكيد، مثلا حسب عدد الاسره وحسب الافراد اللي هتستخدمه. فانا حاطه مثلا برطمان الثوم او ايا كان او الفول، انا بس مدياكوا الفكره، لكن انتوا اعملوا الكميات اللي تكفيكم. طبعا الطعميه برضو كنت مش كل حاجه جهزتها في نفس اليوم ده، في حاجات كانت زي ما انتوا شفتوا الطعميه كنت اتجمدت قبلها بيوم. بوريكم هو هنا الغطا فعلا معرفناش نفتحه خالص، كان يعني صعب جدا. طبعا ميزة البرطمانات الفول ان هي احنا نعبيها بالطريقة دي، بنخزنها ما نحتاجش تلاجة ولا نحتاج ديب فريزر ولا اي حاجة، تقعد معاكي كده على الرف او يعني في الضلفة بتاعة المطبخ لشهور يعني، من غير ما تبوظ ولا يجرى لها اي حاجه ان شاء الله. نقول عايزين نوفر وقت، بنعمل الحاجات الحلال دي مش حرام لو عملناها في رمضان، بس بنعملها ليه؟ بنقول علشان نوفر وقت، مش عشان نضيعها في اوقات بقى في حاجات تغضب ربنا، مثلا نتفرج على افلام ومسلسلات ولا برامج تافهه ملهاش اي معنى تضيع وقتنا. احنا بنوفر الوقت ده علشان ده فعلا شهر سباق، شهر يعني ما نضيعش فيه لحظه. فان شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد، واتمنى الفيديو يكون مفيد ليكم. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، في امان الله.